ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس كتير عايشه في مشاكل، وكل واحد عنده مشكله عايش جواها ومتقوقع، لدرجه ان احنا بنفكر دايما في المشكله قبل ما نفكر في حل. ولدرجه ان انا لو سالتك انت بتفكر في المشكله ازاي، بتقولي ان دي المشكله اللي موقفه حياتي، او المشكله اللي بتحد من حياتي، او المشكله اللي بتوقف حياتي، او المشكله اللي بتخليني ما بعرفش اتحرك او اكسب فلوس او اعمل مشروع او انجح او اعمل او حتى اتجوز. كلنا عندنا مشاكل دي، صح؟ كلنا عندنا مشاكل دي، بس لدرجه ان احنا نفكر في المشكله اكتر ما بنفكر في نفسنا. لدرجه ان انا ممكن اسالك اقول لك اسمك ايه، تقول لي مشكله ابن مشاكل. حلو، مشكله ابن مشاكل، صح؟ اسم جميل مميز، وعشان كده دايما عايشين في المشكله دي. الفكره كلها بقى ازاي ممكن نطلع من المشكله دي. الفكره ان في ناس كتير جدا جدا في حياتنا يقعد تسمع عن فكره ازاي احل المشاكل، وكورسات لحل المشاكل، وكورسات لحل الازمات، لكن لما تروح تحضر تطلع ولا حاجه. هتطلع بحاجه واحده بس، مشكله كبيره ان انت ما عرفتش تحل مشكلتك اللي انت عايش فيها. وده لان صاحب المشكله هو الوحيد اللي يقدر يحلها، وده لان فكره المشكله حلها موجود عندك انت. بس الموضوع بمنتهى البساطه هو ان انت تعرف تحل بحاجه طريقه سلبيه او طريقه ايجابيه. النهارده هعلمك ازاي تعمل ده بطريقه ايجابيه، ازاي توصل لحل مشكله بطريقه ايجابيه وسلسه ومن غير فلوس يا سيدي. عايز تعرف الموضوع؟ تابع الحلقه. ولو بتشوفني على الفيسبوك اتعب شويه يا سيدي واعمل شير ولايك للحلقه. ولو بتشوفني على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. ولو كمان عايز تعمل حاجه من عندك اعمل لنا كومنت كده سلبي او ايجابي. حتى لو عمل لنا مشكله مش هنتعب، لان احنا عندنا طرق الحل. ما يهمكش، خليك معانا. انا سعيد جمال، علمتني الاعاقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. زي ما قلنا هنتكلم عن فكرة حل المشكلات. ازاي المشكلات ممكن توصلك ان انت ما بتعرفش تحل اي حاجة في حياتك، وازاي ممكن المشكلة دي تخليك تبقى عايش بس ان انت تفكر في المشكلة اكتر ما بتفكر في الحل. الموضوع ببساطة يا صديقي هو ان انت بتفكر في حاجة اسمها الادراك. كلنا عندنا ادراك، بس الفكرة كلها ان هو تعرف يعني ايه الادراك اصلا. احنا عندنا كلنا ادراك، عندنا ادراك، بس الفكرة هل انا بفكر في الادراك بتاعي وانا صحيح بفكر فيه؟ ممكن ما اكونش بفكر فيه، لكن بحاول افكر فيه. وعشان كده بفكر معاكم يعني ايه ادراك. تعال اقول لك هو ايه الادراك. الناس بتوع علم النفس بيقولوا على الادراك ان الادراك عباره عن مجموعه من الاسئله حضرتك تستخدمها لا شعوريا، يعني بطريقه غير واعيه. يعني ممكن تعملها كده تلقائي من غير ما تحس. الاسئله دي بتكون اجابتها مؤثره جدا على شعورك، وبتخلي مشاعرك تنفعل وبتروح لحتت انت بتاثر على انفعالاتك وتصرفاتك بعد كده. يعني خليني اقول لك، لو انت تعرضت لمشكله ماليه مثلا ومعكش فلوس، فممكن تقول انا ايه اللي خلاني معيش فلوس، وتعيش دايما في فكره انا ما عنديش فلوس ليه؟ اشمعنى غيري عنده فلوس؟ اشمعنى الراجل ده غني وانا فقير؟ هو صحيح هو ليه غني وانا فقير؟ ما اعرفش، بس خليني اقول لك ان كل حاجه رزق من عند ربنا. بس عشان كده احنا هو بنفكر ازاي هو غني وانا فقير ونعيش في التجربه دي، وهو ده بيسموه الاسئله. وممكن اسئله تانية تكون ايجابيه، حاجه كويسه جدا. يعني لما تلاقي نفسك عندك مشكله ما، فتلاقي نفسك مثلا هنقول برضو مشكله الفلوس. هي ما فيش غير مشكله الفلوس يا سعيد؟ ما فيش غير مشكله الفلوس اللي بتواجه الناس كلها. تلاقي الناس كلها تقول لك اصلا انا عايز اعيش، عايز يكون عندي فلوس. طيب لما تلاقي نفسك معكش فلوس، دايما فكر وقول ايه هو الحل عشان ابقى عندي فلوس؟ ايه الطريقه اللي ممكن اجيب منها فلوس؟ مش ليه انا معيش فلوس. فهتلاقي الموضوع اختلف تماما. في نفس الوقت الناس بتوع علم النفس قالوا ان الادراك ده عباره عن جزئين: ادراك ايجابي وادراك سلبي. الاتنين دول كل واحد ليه فكره كده وليه طريقه معينه، وكل واحد ليه تاثيرات على الشعور والاحاسيس اللي عندي، وكل واحد بيخليني اوصل لمرحله معينه، يا اما من النجاح يا اما من الفشل. انت تتصور ممكن توصل لايه؟ تعال معايا وانا. قالوا ان الادراك السلبي ده بيقودني لمجموعه من الحاجات، اولها الشعور والاحاسيس السلبيه، انه دايما بيحطني في احاسيس ومشاكل وحاجات كده سلبيه دايما. احس ان انا متضايق، احس ان انا نعسان، احس ان انا غضبان، احس ان اي حاجه من الحاجات السلبيه اللي بتحس بيها وبتضايقك في حاجة. الحاجه التانية ان انا بقف مكتوف الايدي او متكتف كده قدام المشكله. هو انا بقف متكتف قدام اي مشكله انا كسعيد؟ لا، ما عنديش الحاجه دي. لكن انت ممكن تكون عندك. مش بقول ان انت ضعيف، مش بقول ان انت وحش، لا، انت مية مية. انت ناقصك بس ان انت تفك دراعك، تفك المشاكل اللي انت واقف فيها عشان تفك التكتيفه اللي انت فيها. لان الشعور والادراك السلبي بيخليك تبقى واقف مكتوف الايدي زي ما بيقولوا، مش عارف اتحرك، مش عارف اروح فين، مش عارف اعمل ايه في حياتي. خد بقى عندك رقم 3، هتلاقي نفسك على طول بتلقي اللوم على الاخرين، تقول هم السبب في كل حاجه في حياتي، هم السبب في المشاكل اللي عندي، هم السبب ان انا ممكن اكون اسمي مشكله ابن مشاكل. يعني ممكن تكون ماشي في الشارع وتقع نتيجه طوبه من في الارض، فتقوم كده تقول ده فلان اللي ماشي ده اللي انا ما اعرفوش هو اللي رمى الطوبه، مع انه ممكن ما يعرفكش
وممكن ما تعملش اي مشكله معاه، لكن الفكره كلها ان انت بتلقي اللوم على الناس اللي حواليك لاي سبب من الاسباب، وبتشوف ان هم السبب الرئيسي في كل حاجه انت واقع فيها. كمان حاجه تانية من الحاجات المهمه اللي بيخليها الادراك السلبي تكون موجوده عندك هو ضياع فرص كتير جدا في حياتك. بتلاقي نفسك عندك فرص كتير كلها بتضيع وكلها في الهواء نتيجه اي سبب من الاسباب، ما تعرفش هل ده فشل مني او ذكاء من الاخرين، ولا فشل من الاخرين، ولا عدم ذكاء مني. هتلاقي نفسك بتفكر في الطريقه دي وتقول انا مش عارف اوصل لفين. لكن الفكره كلها ان في فرص بتضيع نتيجه ان انت بتفكر بطريقه سلبيه. خليني اقول لك يا صاحبي، كبر دماغك من الموضوع ده وسيبك، وخلينا نخش على حاجه مهمه وهو الادراك الايجابي. تعال بقى نخش على حاجه اكتر اهميه وهو الادراك الايجابي، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده، وهو ده اللي هيخليك تحل بيه اي مشكله بمنتهى البساطه من غير ما تحس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اول حاجه في الادراك الايجابي، هقول لك الادراك الايجابي هو اللي بيخليك تقرر الحاله الشعوريه اللي انت عايز تعيش فيها. يعني حضرتك هو اللي بيحطك في الحاله، هو انت القائد، انت صاحب القرار. يعني انا ممكن اكون سعيد، هو ده اسمي ولا فعل ولا احساس؟ مش عارف، لكن خليني اقول لك حاجه كويسه جدا، ان انت ممكن تكون اسمك سعيد وما عندكش حاله من السعاده، لكن انا ساعات بحس ان انا سعيد، ساعات كده والله ممكن اكون حاسس ان انا سعيد ساعات. لكن خلينا نقول ان انت بتصاحب القرار. ممكن تكون حزين، ممكن تكون سعيد، ممكن تكون مبسوط، ممكن تكون لا، ممكن تكون ناجح، ممكن تكون عكس كده. ومش عايز اقول فاشل عشان ما تزعلش وتقول الفشل حاجه وحشه، لا يا سيدي، انا مش هقول لك ان انت فاشل ولا انا فاشل ولا غيرنا فاشلين، ولكن خلينا نقول ان احنا بنحاول وربنا يوفق الجميع. حاجه مهمه جدا من الحاجات اللي ممكن تخليك تنجح في الادراك الايجابي ويخلي الادراك الايجابي حلو قوي وحاجه كده عامل زي البسبوسه بالقشطه بالنسبه لك، هو انه بيخلي قدامك خيارات عديده. يعني حضرتك بتلاقي نفسك عندك حاجات كتير قوي ممكن تعملها، يعني تلاقي نفسك عندك اكتر من خيار، ممكن تختار الخيار اللي يعجبك، وده مش الخيار اللي بيتاكل اللي هو ده، لا، خلينا نقول احنا بنتكلم عن خيارات اللي هو تشويس، اللي هو الاختيار، ان انا بختار حاجات كتير جدا. برضه انا نفسي اكل خياره من اللي بتتاكل، حلو الخيار ده صح، لكن خلينا نقول خلينا في الخيار الاولاني اللي هو نختار حاجات كتير. عندي فرص ان انا اشتغل هنا او اشتغل هنا، ان انا اكون سعيد ازاي في حياتي، ان انا اكون ناجح ازاي في حياتي، فعندك فرص ان انت تختار، وده احسن كتير من ان انت يكون عندك فرصه واحده. العامل رقم 3 في الموضوع بتاع الادراك الايجابي هو ان حضرتك تكون متحمل المسؤوليه. انت بتبقى متحمل المسؤوليه وبتكون راجل، بتكون قوي جدا. خليني اقول لك ان تحمل المسؤوليه حاجه مهمه جدا. الشخص اللي بيكون متحمل المسؤوليه بيبقى مسؤول عن افعاله، مسؤول عن افكاره، مسؤول عن اي شيء ممكن تلاقيه موجود في حياتك. كمان غير كده ان هو بيخليك تتحرك في الاتجاه اللي انت عايزه ايا كان شيء. الادراك الايجابي هو ان انا بشوف نفسي رايح فين وببقى عايز رايح فين. يعني تفكر مثلا، انا قلت لك مثلا خلينا نقول ان حد عنده فرصه ان هو يفكر ويختار، فعنده اكتر من دوله انه ممكن يسافر ليهم، او عنده اكتر من مشروع ان هو يفتحهم، او عنده اكتر من طريقه تعليميه ممكن تتعلم بيها. فانت صاحب القرار. الحاجه التانيه ان انت بتروح في الحاجه اللي انت عايزها. لو انت حابب تكون يوتيوبر هتشتغل في اليوتيوب ومش مش هتستنى. انا كنت زيك وفاكر ان انا هقف ومستني اعمل استوديو كبير زي ناس محترفين كتير، لكن ما عنديش الامكانيات. لكن بدات بحاجه بسيطه جدا، الموبايل، ترايبود بسيط جدا، حاجه بسيطه جدا، مايك عادي بسيط، مش حكايه صعبه، ولكن حاولت. الفكره كلها ان انا حاولت اروح فين. لو انت محتاج ان انت تروح تعمل مشروع مثلا، فانت بتحب الجرافيك فممكن تتعلم جرافيك وتعمل كورس، فانت عايز تحقق اللي انت عايزه فهتمشي. فالفكره كلها انه بيخليك تتحرك اتجاه الحقيقه اللي انت عايز تكون عليها، مش الحقيقه اللي الناس شايفاك بيها. الاطار الايجابي ان احنا نتكلم فيه النهارده بطريقه حل المشاكل بيحكموا قاعدتين، او في قانونين كده بيحكموه. القاعدتين دول موجودين في البرمجه اللغويه العصبيه. لو انت مش عارف ايه البرمجه اللغويه العصبيه خليني اقول لك. في تحت صندوق الوصف، عارف صندوق الوصف اللي تحت ده؟ ايوه اللي تحت، لو مديت ايدك كده هتلاقيه. صندوق الوصف اللي تحت ده هتلاقيني حاطط لك لينك في برنامج اسمه تدريب تيوب، انا اللي بعمله. والله ما فيش حد غيري بيعمله. التدريب دوت بنتكلم فيه عن البرمجه اللغويه العصبيه، وهتلاقي اللينك تحت. واللينك ده خده كده، مد ايدك كده هتلاقيه. لو مديت ايدك هتلاقيه اللينك ده هياخدك للبرنامج من الاول. ففي قاعدتين كده، حاجه بنسميها الفرضيات المسبقه. فاللي بيحكم الادراك الايجابي اللي احنا هنتكلم فيه وطريقه حل المشكله حاجه اسمها قاعدتين او فرضيتين. الفرضيه الاولى بتقول اذا كان ممكن لشخص القيام بشيء فيمكن بالنسبه لي القيام به. يعني لو في حد طلع القمر فانا ممكن اطلع القمر عادي. هو مش سهل، ده القمر بعيد قوي، بس ممكن اطلعه عادي، مش صعب. ولكن الفكره كلها طالما حد قدر يعمل حاجه انا اقدر اعملها. لو حد في يوم من الايام قدر يصور فيديو وانا بخاف من الكاميرا، ممكن اصور، ليه لا؟
انا ما اتعلمتش بس ممكن اتعلم، في ناس بيعلموا وانا واحد من الناس دي. بنعلم حاجه اسمها تدريب المدربين، ومن تدريب المدربين بيعلمك ازاي تتكلم قدام الناس ويكون عندك طلاقه في الكلام وازاي تقف قدام الكاميرا كمان. وفي ناس تاني بيعملوا حاجات تانية حلوه هتعرفوهم موجودين على اليوتيوب. فالمضمون من الموضوع لو في حد يقدر يعمل حاجه فتقدر نعملها، لو حد حل مشكله في يوم من الايام فتقدر تحل مشاكلك بمنتهى البساطه، لو حد قدر يحل مشكله ببساطه وسلاسه كده من غير ما يعمل اي جهد فانت حضرتك هتقدر تعمل كده. هتقدر تعمل كده؟ ايوه هتقدر تعمل كده. الفرضيه الثانيه او القانون الثاني اللي بيحكمني من البرمجه اللغويه العصبيه واللي بيأثر على التفكير الايجابي هو تحت برضه اسمه ليس هناك فشل ولكن يوجد خبرات وتجارب. هتقول لي ازاي؟ هقول لك، خليني اقول لك ان مفيش حاجه اسمها فشل. كل ما انت بتمر فشل في حياتك فده بيخليك عندك خبره بعد كده، بيخليك تفهم الحياه ماشيه ازاي، بيخليك تفهم المستقبل ماشي ازاي، فبيغير من تفكيرك وبيخليك بقى عندك فكره. يعني لو انت عملت مشروع مثلا في يوم من الايام وفشل، فكونك عملت مشروع لو جيت مريت بنفس التجربه تاني هتلاقي نفسك بتتجنب بعض الحاجات. ليه خلاك ايه اللي خلاك تتجنب بعض الحاجات؟ اللي تتجنب مثلا ان تشتري ماده معينه، تشتري مثلا لو انت فاتح بقاله او سوبر ماركت تشتري مثلا منتج معين. ايه اللي خلاك ان انت في يوم من الايام تجنبت ان انت تشتري المنتج ده؟ هو ان انت عارف انه ده ممكن يكون بتاع خساره او ده منتج خاسر، فانت تجنبته تماما وبدات تشتري حاجه احسن لانها بتكسب. ليه؟ لان بقى فيه خبرات وتجارب سابقه. تعال اقول لك على حاجه، ما تيجي نعمل تجربه. هتعمل تجربه ازاي؟ هقول لك. تعالى كده نعمل مقارنه ما بين التفكير الايجابي والتفكير السلبي، وازاي بيأثروا على حياتنا، وازاي ممكن يخلونا نكون حلوين او وحشين، ازاي ممكن يخلونا نكون ناجحين او فاشلين. بس هنعمل التجربه ازاي؟ خليني اقول لك شويه اسئله سلبيه وشويه اسئله ايجابيه وهنشوف الناتج عامل ازاي. زي ما قلنا ان في حاجه اسمها التفكير اطار التفكير السلبي وفي حاجه اسمها اطار التفكير الايجابي، وعشان كده وعشان تقدر تحل المشكله لازم تكون تفكر بطريقه ايجابيه. لكن خليني اقول لك الشخص السلبي بيفكر ازاي. يعني خليني اقول لك زي ما انت شايف على الشاشه كده، خلينا نعمل تجربه بسيطه وهسيب لك الشاشه شويه وانت معايا في الكلام وفي الحلقه. فكر في مشكله سطحيه موجوده في حياتك الان، يعني اي مشكله، وليكن مثلا هي فلوس، ان انت عندك نقص في الفلوس. ايه الفلوس اللي انت عايزها؟ يعني انت عايز مثلا تكون عندك فلوس وتكسب فلوس كويس، فعشان كده بتفكر في المشكله دي. طيب اسال نفسك الاسئله التاليه دي ودون كل اجابه قبل الانتقال للسؤال اللي زي دي. يعني ايه؟ يعني هات ورقه وقلم كده يا شاطر واكتب ورايا بالراحه. اسال نفسك السؤال واكتب الاجابه بتاعته في ورقه، بجد مش بهزر والله. خلينا ما تستناش واسمع كلامي عشان هتكسب فعلا في الاخر. طيب خليني اقول لك ازاي. طيب اول سؤال، ما هي المشكله؟ يلا اكتب الحل، ما تستناش. ايه هي المشكله اللي عندك؟ وليكن هنقول ان انا معيش فلوس. انا هتخيل ان انا بتكلم معاك كده واحل لك المشكله. ايه هي المشكله؟ ان انا معيش فلوس. طيب لماذا لدي هذه المشكله؟ ليه انا ما عنديش مشكله؟ ما عنديش فلوس ليه؟ ممكن اكون ما بشتغلش، ممكن يكون الشغل مش مخليني اقبض مرتب كويس، ممكن يكون حاجات كتير، لكن انا ليه عندي المشكله دي؟ طيب من امتى انا عندي المشكله دي؟ من سنه، من سنتين، من شهر، من شهرين؟ حط الفتره اللي عندك فيها مشكله. طيب ازاي المشكله دي بتحد من امكانياتي؟ يعني في وجود فلوس بيخليني ازاي انا مش عارف اتحرك، مش عارف اعمل حاجه في حياتي، مش عارف اعمل اي مستقبل. انا شايف ان حياتي بتقف، انا شايف ان الدنيا كلها بتقف، انا شايف ان انا ممكن افقد كل حاجه في حياتي. تفقد كل حاجه، حتى العزومه اللي انا كان ممكن اعزمها لحد او تعزمها. السؤال اللي بعد كده، كيف تحول هذه المشكله بيني وبين تحقيق ما ارغب فيه؟ ازاي المشكله دي بتوقف كل اللي انا نفسي اعمله؟ يعني نفسي مثلا اعمل حاجه في حياتي، نفسي اسافر، نفسي اكون عندي مشروع، نفسي اتجوز، نفسي اعمل حاجات كتير. طب ازاي المشكله دي بتوقف بيني وبين الكلام ده؟ ما تنساش اكتب الاجابات، ما تستناش، اكتب، اسمع الكلام واكتب عشان هتكسب والله صدقني. ممكن اكون بتكلم بسرعه بس هفيد. السؤال اللي بعد كده، ما السبب في وجود هذه المشكله اصلا؟ يعني المشكله دي موجوده عندي ليه؟ ليه المشكله دي اصلا موجوده؟ يعني ايه السبب فيها؟ ايه اللي حصل عشان عندي المشكله دي؟ خلينا اقول لك، خلينا نقول ان ممكن يكون عندك مشكله، فلكن ايه السبب فيها؟ اكتب الاجابه برضه، ما تستناش. ما هو اسوأ وقت عشت خلاله المشكله دي؟ يعني الوقت اللي عشته فيه امبارح ولا اول امبارح ولا السنه اللي فاتت ولا بكره اللي جاي ولا اي حاجه. قول اي حاجه، اكتب الاجابه اللي تعجبك، اكتب لي اهم حاجه الاجابه. الاسوأ وقت عشت فيه التجربه دي. طيب بعد ما تعيش التجربه دي عايز اقول لك على حاجه، اكتب بقى الاجابات واقرا الاجابات اللي انت كتبتها، بعد كده قول لي شعورك ايه، حاسس بايه. قول لي كده حاسس بايه كده، ما تستناش، قول لي، ما تستناش فعلا، قول لي حاسس بايه. بعد ما جاوبت انت على الجزء ده صف شعورك، يعني اقرا الاجابات اللي انت كتبتها ايا كان زي ما قلنا، اكتبها ما تستناش، اكتب الكلام ده وبعد كده صوف شعورك. طيب لو عايز تعرف الشعور ده ايه، لو عايز
تبلغني بالموضوع اكتبه في الكومنتات، في تحت كده كومنت اكتب فيه، اكتب اللي انت عايزه وصدقني هقراه وهرد عليك. تعال نعمل التجربه التانيه بقى مع الايجابي، الشخص الايجابي، الطريقه الايجابيه، ازاي ممكن نحل مشكله بشكل ايجابي، ازاي ممكن يكون عندنا حاجه بشكل ايجابي. هتقول لي ايه المشكله؟ اقول لك برضو خلينا في الفلوس، لكن تعال نحاول في الشكل الايجابي بشكل مختلف، بطريقه مختلفه، بفن مختلف، بفكر مختلف. خلينا نقول عندنا ايجابيه اكتر. تعال معايا، خليني زي ما بقول، خد نفس عميق، خد نفس كده، قول انا اقدر، قول انا مش قصير قزع، انا طويل وهبل. لا انت مش هبل ولا حاجه، انت ممتاز، انت رائع. ولكن خلينا نجاوب على الاسئله اللي موجوده قدامك دي. اول حاجه خليني اقول لك انت عايز ايه. انا عايز ايه؟ انا عايز فلوس طبعا. خلاص يبقى انا كده فكرت بطريقه ايجابيه وبفكر انا عايز ايه. انا عايز فلوس. طب متى اريد هذا الفلوس؟ دلوقتي. انا عايزها دلوقتي، انا مش عايزها بعدين، مش عايزها بعد شهر، مش عايزها بعد شهرين، انا عايزها دلوقتي. طيب بعد الحصول على ما اريد، ماذا الذي يتحسن في حياتي؟ لو انا خدت فلوس، لو انا جالي فلوس، ايه اللي يتحسن في حياتي؟ هتجوز، هسافر، هيكون عندي عيال، هيكون عندي عربيه، هيكون عندي شقه، هيكون عندي حاجات كتير، هقدر ان انا اعمل مشروع، هقدر ان انا اشغل ناس اعرفهم، هقدر ان انا مثلا ممكن ابني مسجد، ابني مستشفى، ابني مدرسه. عندي حاجات كتير نفسي اعملها. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يساعدنا ويساعد كل الناس حوالينا في ان احنا نساعد بعض ونعمل حاجه كويسه مفيده في حياتنا. طيب السؤال اللي بعد كده، ما هي المصادر المتاحه لدي لمساعدتي على الاخرين؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تجيب فلوس عندك؟ ايه المصادر؟ يعني انت معكش فلوس بس عندك حاجه مهمه، ان انا ممكن عندي صحتي، ممكن اشتغل في اي شغلانه تجيب فلوس. حاجه تانية ان انا ممكن اكون عندي حاجه ممكن اعملها، موهبه مثلا، انا بعرف اتكلم، انا بعرف ادي كورسات، انا بعرف ان انا استغل مثلا عقلي ان انا افكر كويس في الحسابات، فممكن اكون محاسب، ممكن اكون رسام، ممكن يكون عندك قدرات معينه، حاجه عندك حاجه معينه، مصادر ممكن تستخدمها تساعدك على فلوس. ازاي استخدم الامكانيات دي، او كيف استخدم الامكانيات التي لدي احسن استخدام؟ ازاي ممكن استخدم الامكانيات اللي عندي احسن استخدام؟ يعني انا راجل مثلا رسام، ازاي ممكن استخدم الرسم اللي عندي احسن استخدام؟ انا راجل بعرف اعمل برامج مثلا بطريقه معينه، ازاي ممكن استخدم البرامج بتاعتي بطريقه معينه؟ انا راجل بشتغل في الجرافيك، ازاي استخدم بالطريقه البرامج بتاع الجرافيك بتاعتي بشكل بسيط، بشكل سلس، يخليني اعرف اتعامل مع الناس وازاي ادي نتيجه كويسه. السؤال اللي بعد كده، ما التحديات التي ممكن ان تواجهني؟ ايه التحديات اللي انا ممكن تواجهني وانا شغال؟ ان انا ممكن ما يكونش عندي، لو انا راجل بتاع جرافيك ما عنديش لابتوب كويس بامكانيات كويس، بس اللابتوب اللي معاك ممكن يساعدك. ممكن يساعدني. 4 جيجا كارت شاشه، كويس مش وحش، بس ممكن يساعدني، ممكن يساعد، ممكن يكون كويس. الرامات مش عاليه، بعدين ممكن تعلى لما نكسب اول فلوس، ممكن نطور فيه وتلاقي الاجابه كويسه. ممكن انا ما عنديش موبايل كويس. خلينا نقول لو انت بتستخدم الموبايل في التصوير، خلينا نصور باللي موجود او نستلف موبايل اي حد، وبعد شويه هتجيب موبايل اعلى، ممكن ربنا يكرمك وتجيب حاجه كاميرا كويسه احترافيه. الفكره كلها ان التحديات اللي هتواجهك كتير، لكن الاجابه ليها والطريقه اللي ممكن نستغل بيها حاجه تانية اسهل واحسن بكتير. وزي ما قلنا احنا هنا بنتكلم بشكل ايجابي. السؤال اللي بعد كده، ما هي افضل طريقه لمواجهه هذه التحديات؟ اكتب، ما تستناش، اكتب الطريقه اللي ممكن تواجه بيها التحديات. ان انت مثلا لو بتعمل برنامج وما عندكش كاميرا، فعندي موبايل. انا عندي موبايل، ما عنديش كاميرا بس عندي موبايل، طريقه ان انا اواجه بيها تحديات. استخدم الموبايل بتاعي في التصوير. طيب الموبايل بتاعي الكاميرا بتاعته مش كويسه، بس عنده صاحبي ممكن يكون عنده كاميرا كويسه، اخويا ممكن يكون عنده موبايل احسن مني، ودي حقيقه، اخويا عنده موبايل احسن مني، وعشان كده ساعات بقول له هات الموبايل بتاعك. ما بيدهونيش، بس ساعات بيسلفوني عادي، مفيش مشكله خالص. لكن الفكره كلها ان ازاي ممكن اقدر اتحدى نفسي واتحدى التحديات اللي بتواجهني عشان اوصل للحلم اللي انا بحلمه. ما الذي يجب علي ان ابدا القيام به لحصول ما اريد؟ ايه بقى نقطه البدايه؟ ايه النقطه اللي ممكن ابدا بيها واعمل بيها من الاول؟ ايه النقطه اللي ممكن ابدا بيها الوقت عشان اوصل للمال، او اوصل للفلوس، او اوصل للنجاح، او احل المشكله بتاعتي؟ هي دي طريقه حل المشكله، الطريقه الايجابيه اللي احنا ممكن نحل بها اي مشكله. الوقت بعد ما وصلت ان انت حليت كل الاسئله دي وكتبتها، والله لازم تكتبها، صدقني مش هتزعل لو كتبتها. طيب ايه شعورك بعد ما حليت الاسئله دي، او بعد ما اجبت على الاسئله اللي قدامك دي كلها؟ حاسس بايه؟ حاسس ايه شعورك الوقت؟ خليني اقول لك على حاجه، لو انت كتبت لي في الكومنتات ان انت بعد ما جاوبت على الاطار الايجابي ان انت مبسوط وسعيد وان انت قدرت توصل لحل المشكله، فاحنا كده وصلنا للنقطه اللي احنا عايزينها عليها، ان احنا نكون عندنا طريقه حل مشكله ايجابيه بسيطه من غير تعب ولا جهد ولا وجع دماغ. ومن هنا
نحط نقطة ومن أول السطر. هنكتب من أول السطر إن دايما أي مشكلة هتواجهني هفكر فيها بالطريقة الإيجابية، أفكر فيها في طريقة الحل ومليش دعوة بالطريقة اللي فيها مشاكل. أي طريقة فيها مشاكل هرميها، مليش دعوة بيها، ولكن خليني أفكر بالطريقة الإيجابية اللي خليني أحل المشكلة بمنتهى البساطة وأوصل لحل إيجابي وتخليني أكون سعيد. أهم حاجة إن أنت تكتب ورايا حل الأسئلة اللي لونها عليها سواء في الإطار الإيجابي أو الإطار السلبي، وحط لي شعورك تحت. والله تحت هتلاقي فيه هنا حاجة اسمها كومنتس. خليني أقول لك إن أهم حاجة بعد اللي إحنا عملناه ده كله ان انت بعد ما تحل الاطار الايجابي والاطار السلبي تكتب تحت كده في الكومنت احساسك ومشاكلك. احساسك بعد ما حليت الاطار السلبي، واحساسك بعد ما حليت الاطار الايجابي، وحاسس ايه، حاسس ايه بعديهم. اكتبهم تحت في حاجه اسمها كومنت تحت. صدقني كويس قوي، مش بيقعد كويس، هتلاقيه تحت. اكتب شعورك، اكتب الشعور الايجابي بعد ما حليت الجزء الايجابي، والشعور السلبي بعد ما حليت المشكله بتاعت الشعور السلبي، وقول لي احساسك ايه. ولو عايز تتواصل معايا هتلاقي تحت برضو كده في طريقه تواصل، واتساب والصفحه بتاعتي، وهتلاقي ايميل، هتلاقي حاجات حلوه كتير ممكن تتواصل معايا وتكلمني، وانا صدقني هكون معاك واساعدك في اي وقت. ولو اقدر اساعدك باي شيء مش هتاخر، انا ما بحبش اخر عن اي حد ايا كان. لكن خليني اقول لك ان ده من الحاجات اللي اتعلمتها في حياتي. هتقول ازاي؟ خلينا نتكلم جد شويه بقى. لما بسمي البرنامج بتاعي على الاعاقه لاني عندي اعاقه، بس الاعاقه دي اعاقه في رجلي، بس خليت عقلي كويس جدا. الناس اللي بيقول لك الاعاقه اعاقه العقل مش اعاقه الجسد، اقول له خليك على جنب، ده كلام انت بتقوله بس لكن ما شفتوش. لما تعرف وتشوف هتعرف اكتر، لما تكون عندك معرفه بالشيء هتعرف اكتر. انا من الناس اللي جربت كتير لان عندي فكره، عندي تحدي. دايما عندهم متحدي الاعاقه بيسموه متحدي لانه بيتحدى كل شيء في حياته، ما عندوش حاجه اسمها مستحيل. عندك كلمه كده، في حاجه كده، كلمه كده قريتها عجبتني قوي، بيقول لك المستحيل اجهاض قسري للامل. وعشان كده الناس اللي بيقدر يعمل حاجه في حياته وينجز، فاعرف ان انت شطبت في حياتك كلمه مستحيل، منعتها انها تخش بيتك وخليها تغور في داهيه مش عايزينها. لكن خلينا نقول ان احنا بننجح. وعشان كده بقول لك علمتني الاعاقه ان انا احل مشكله بمنتهى البساطه وافكر في اي حاجه ببساطه. الحكايه مش مكلكعه ولا محتاجه كلاكيع، الدنيا مش ناقصه والله قرف وان انت تحط على نفسك كلاكيع وبلاوي. الموضوع بسيط بس فكر فيه بسلاسه، هتلاقي اي مشكله ممكن تحلها بسلاسه جدا وببساطه. الحكايه بسيطه ومش محتاجه تعب، بس انت فكر واهدى. لو عايز تعرف اكتر تابع القناه بتاعتي، وهتلاقي في تحت حلقات كتير جدا، تابعها وهتلاقيها تفيدك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.